منين بيجي العميل؟ ايه اهم مصادر الليدز في الامارات؟ وازاي بتختلف ما بين العقارات الجاهزه واللي تحت الانشاء؟ ده اللي هتكلم عنه في فيديو النهارده. لو بتشتغل وسيط عقاري في الامارات، فاهم سؤال لازم تعرف له اجابه كل يوم هو العميل بيجي منين. واللي اذكى من السؤال ده انك تعرف هل العميل ده جاي يدور على مشروع جاهز ولا على فرصه قيد الانشاء. الفرق مهم لان المنصات وطريقه الكلام وطبيعه العميل كلهم بيتغيروا. نبدا بالجاهز. اللي بيدور على وحده جاهزه غالبا بيدور على سكن فوري او تاجير مباشر، فده عايز يشوف، يقارن، يقرر بسرعه. اقوى مصادر الليدز للوحدات الجاهزه عد معايا. اولا البورتالز او المواقع العقاريه زي بيوت وبروبرتي فايندر ودوبزل واللي زيهم. ده عميل جاهز بيدور بنفسه وعايز يشوف صور ومواصفات واضحه. وفي الحاله دي لو انت هتنزل على بورتال لازم تستخدم عناوين جذابه، صور حقيقيه، وصف دقيق. واوعى ترد عليه زيك زي غيرك، هو في الغالب بيكلم 5 وسطاء في نفس اللحظه. التمويل العقاري او المورجج ليدز، كتير من البنوك بيوصل لها عملاء عايزين يشتروا شقق جاهزه بتسهيلات تمويل. لو لك علاقه بمستشار تمويل او تعرف تشتغل مع بنك، هيوصلك عميل جاهز وعنده فلوس ومستعد يشتري في خلال يومين. رقم 3 خدمة العملاء اللي في الشركات الكبرى أو الفنادق. ناس كتير بتنقل شغلها دبي وبتدور على سكن مباشر. لو عندك تواصل مع HR بتاع شركات، فانت كده ماسك كنز وانت ما تعرفش. رقم 4 الريفيرالز. واحد اشترى وسكن هيوصي عليك لجاره او زميله او حد معاه في الشركه، لانهم غالبا بيدوروا على نفس الاساسيات: جاهز، مضمون، تسليم فوري. طيب نروح بقى للي تحت الانشاء. منين اجيب الليدز بتاعه العقار تحت الانشاء؟ اللي بيدور على مشروع لسه بيبدا غالبا مستثمر، او بيدور على خطه دفع مرنه، او عايز يدخل قبل ما السعر يعلى. اقوى مصادر الليدز هنا رقم 1 طبعا الاعلانات المموله او الكامبينز، ميتا، جوجل، تيك توك، سناب شات. وده الملعب الحقيقي للاوف بلان. اعمل اعلان لمستثمرين في الخليج ولا عرب اوروبا ولا ناس لسه اول مره يسمعوا عن دبي؟ الكل بيضغط وبيسال وانت دورك تبدا الرحله معاهم. وهنا المحتوى لازم يكون ذكي: فيديو، مقارنه، عائد، عرض محدود. بس خلي بالك اللي بيضغط على الاعلان مش دايما مهتم، فلازم تسال صح وتفلتر اسرع. بعد كده المعارض العقاريه او الفعاليات العقاريه زي اللي بتعملها شركات الوساطه او الديفلوبرز. العميل هناك بيجي عشان يشوف الجديد ويقارن ويتكلم وجها لوجه، وغالبا بيشتري بعد المعرض بايام. لو عرفك واطمن لك هيشتري منك. بعد كده البيرسونال براند او المحتوى الشخصي. كل ما تقدم محتوى بيعلم الناس، تحليلات، فرص، مقارنات، كل ما بيجي لك العميل اللي مش بيدور على عرضك، هو بيدور عليك انت. بس ده بيحتاج وقت ومجهود، ودي زرعه بتكبر على المدى البعيد. الخلاصه: اللي بيشتغل على كل قناه بنفس الطريقه هيخسر، واللي ما يعرفش يفرق بين الجاهز وقيد الانشاء ومصادر الليدز مش هيفهم عقليه العميل. وانت لو عرفت كل مصدر بيجيب ايه من انواع العملاء، هتشتغل بدقه مش بعشوائيه، وهتجيب الليد الصح للصفقة الصح. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الأخطاء اللي بتضرب ثقتك في عين العميل من غير ما تحس، وأكتر الغلطات اللي بيقع فيها وسطاء كتير وبتكلفهم سنين من شغلهم. تابع السلسلة عشان مش بس تعرف العميل بيجي منين، لكن تعرف ازاي تخليه ما يروحش لحد تاني.